فضل بالزيارة اللي حضرتك قمت بيها النهاردة لبعض التجمعات الأكثر فقرا في مطروح. ماذا تمثل هذه الزيارة بالنسبة لجدول حضرتك في الزيارات في شرق وغرب محافظة مطروح على اتساعها في الصحراء؟ والحقيقة أنا ما بسميهاش زيارات، أنا بسميها مرور ميداني. أنا بمر، وأنتوا يمكن كنتوا معايا وشايفين. يعني موضوع الزيارة ده إن أنا أجي أزور، إنما أنا ما بزورش، أنا بنزل وبشوف وبقعد مع الناس وبعرف المطالب بتاعتهم. الحقيقة يعني اللي أضيف ليا النهاردة اللي أنا عارفه، بس أضيف ليا على الطبيعة، وهي إن الناس دي بسيطة للغاية 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 لأقصى درجة، وليس لهم اي مطالب، مش عايزين اي مطالب. يمكن انتوا كنتوا معايا وشايفين، يعني انا تقريبا بجر منهم المطالب، او انا اللي بقول في تمام. مجال الصحه ايه الموضوع، في مجال التعليم ايه الموضوع، في مجال الميه ايه الموضوع. فمطالبهم بسيطه للغايه. والحمد لله انا النهارده في التجمعات اللي عدينا عليها وحضراتكم كنتوا مشرفينا يعني. الحقيقه بعض القرارات البسيطة اللي خدناها، يعني ده أقل ما يجب يعني للناس دي، وأقل ما يمكن الواحد يقدمه للناس دي. إذا كانت عربية مية، إذا كانت هنعمل أسلوب للتدريس بطريقة معينة، لازم أخرج طبعا خارج النمط الرئيسي. أنا مش هبني ل 100 فرد، مش هبني مدرسة وجامع لكن هقدر إن أنا أشغل التعليم بالأسلوب الأول. أنا أمحي الأمية الأول وأطمن، وبعد كده ان شاء الله هنصل لمستوى، ان شاء الله باذن الله في احدى التجمعات هنصل لمستوى بعد محو الاميه ان احنا ندخل على الفصول بقى اولى ابتدائي وهكذا. التجمع الاول الحقيقه واضح ان في مبذول مجهود منهم هم من الاهالي والاسر، ان هم مهتمين. عاملين يعني يعتبر نسبه عاليه واخده لغايه سنه سته. تمام. فان شاء الله باذن الله في المخطط، يعني يمكن على الاسبوع الجاي ان شاء الله نكون حاطين الخطه ان احنا نبدا العام الدراسي ده نخصص لهم مدرس مخصوص، ويحمل الحقيبه كامله بقى فيما يخص التعليم في اولى اعدادي، البنات لوحدها والصبيان لوحدها. وان شاء الله تضحك. هنلحق ان شاء الله باذن الله. طيب يا فندم، بالنسبة للوحظ في الجولات بتاعت حضرتك إنه الطلبات أكثرها تبدأ بمشكلة المياه، ونظرا لأنه هذه التجمعات الأكثر فقرا تكاد تنزح من أماكنها وتنتقل إلى أماكن أخرى بسبب ندرة المياه. بالظبط. حضرتك قدمت حلول وقتية وحلول على مدى بعيد تمام. بالنسبة للتجمعات، نعرفها يا فندم. الحلول اللي انا حطيتها النهارده على ارض الواقع، لان انا بحب دايما ابقى بنزل الميدان وعلى ارض الواقع اشوف الدنيا فيها. في التجمعات اللي انا عديت عليها النهارده كان في نوعين اتنين من الحل. الحل المؤقت السريع، وهو اللي ده يبتدي ان شاء الله من يوم الخميس، النهارده الثلاث. يا دوب بس بكره على منسق الاعمال هيبدا من يوم الخميس على ما اذكر، خميس او جمعه وسبت وحد. جمعه وسبت وحد. والتجمعات التانية رقم اتنين دي هتبدأ اتنين وتلات وأربعة. بكده أنا أكون وصلت لهم كم من المياه عن طريق السيارات يا يكفيهم فندم. عن طريق السيارات. يكفيهم لمدة تلات أربع أشهر تقريبا يعني. في نفس التاريخ اللي هو وليكن هيكون يوم الأحد هنبدأ في عمل مصدر الماء الرئيسي اللي هو هنثبته بعد كده. ده بياخد من شهرين لثلاثة، أنا اديت أقصى تقدير ليه شهرين على ما يحفروا البير. بياخد تقريبا من شهر ونص، شهرين، قلنا شهرين. الشهر الثالث ده بيبقى عبارة عن التأكد من صلاحية المياه، لأن المياه بيبقى ليها نسبة ملوحة، وبتعالج بواسطة شركة المياه لغاية ما نوصل للمستوى الصحي اللي احنا عايزينه. أشكرك.